الخطيب يحاول إقناع كولر بمهاجم برازيلي وآخر أفريقي بدلا من فشلت المفاوضات مع سوزا. غلق باب المفاوضات وأزمة زيزو ورحيل زيزو عن نادي الزمالك وتدخل وزير في ملف السيد زيزو والتفاوض مع والد أحمد فتوح. نعرف كل ده، بس يا ريت تكمل الفيديو للنهاية واستنى الانترو. لايك وانزل صلي على النبي في الكومنتات. اهلا بكم في حلقة جديدة من اخبار الكورة مع نجم النجوم. نبدأ معاكم بأول حاجة النهاردة، إن نقف عند حتة المهاجم. إن اللي اتعرض على مستر مارسيل كولر 50 مهاجم واختار منهم واحد برازيلي وواحد أفريقي. وطبعا هو اختار اللعيبة بناء على الشورت ليست اللي قدمها النادي الأهلي، وهو على قد ميزانية النادي الأهلي. وقال لك مستر مارسيل كولر تصريح خطير إن لو كان عنده مهاجم في كأس العالم اللي فات كان كسب ريال مدريد. وهو لحد دلوقتي مش عاجبه مهاجم من المهاجمين اللي اتعرضوا عليه، لان هو عاوز مواصفات فنيه معينه في المهاجم. وطبعا في حال زل بيشيد بمحمد شريف وكهربا وصلاح محسن عشان ما يحبطهمش يعني، وبيرسي تاو وحسين الشحات. تخطيط كولر المرحله القادمه، ان هو عرف تاريخ مانويل جوزيه وهو عاوز يعمل انجازات مثل الاسطوره مانويل جوزيه، وان الاجهزه اللي طلبها جت كلها. وهو طلب انه ما يلعبش على استاد السلام لانه النجيله بتاعته مش طريه والكلام ده. فاذا الراجل بقى عايش للاهلي، مش جاي محطه ويمشي. اقول لك بقى على حته المهاجم. الاستاذ خالد مرتجي هيقعد النهارده الجمعه في القاهره، ولو النهارده الموضوع ما خلصش هيسافر بقى ويحسم الصفقه. ولكن حابين ننوه على حاجه، ان كابتن محمود الخطيب تواصل مع مارسيل كولر واتفقوا ان المهاجم ميزانيته مفتوحه، في ميزانيه مفتوحه للمهاجم في حاله ابرام الصفقه واعجاب مارسيل كولر بالمهاجم اللي عاوز طلباته ليه. طيب حد يسالني يقول لي ليه انت بتسال دلوقتي تقول لي؟ اقول لك لان هو الاهلي داخل في السوبر ليج ودوري ابطال افريقيا والدوري المصري وكاس مصر وبطولات كبيره، فلازم تحسم كل البطولات دي باذن الله. وكمان عشان بطولة السوبر ليج دي فيها ارقام ضخمة، فكسبتها هتاخد فلوس وتعوض المهاجم، تعوض سعر المهاجم اللي انت دفعته، بس يا رب يكون على قد التوقعات. لو كسبت البطولة السوبر ليج هتاخد 6 مليون دولار. فمستر مارسيل كولر رشح 2 لعيبة، والاتنين دول في اوروبا، واحد برازيلي واخر افريقي زي ما قلنا لكم في بداية الفيديو. دول في اوروبا وفاتحين خط تواصل معاهم حاليا. فميزانية المهاجم ديت مرصود لها 3 مليون دولار، 3 مليون ونص دولار. ليه؟ لان الكابتن محمود الخطيب يأمل في صنع فريق ذهبي زي الفريق بتاع ايام ابو تريكة والجيل الذهبي دوت وعماد متعب والناس دي. عشان كده يا اما سوزا يجي، لسه في كلام برضو معاه وانا اللي بقول لك. وافتكر الفيديو ده واعمل له لايكات بقى، وصلوا له 1,000,000 لايك لو كلام طلع صح. ففي لو سوزا جه ممكن في كلام مع سوزا في خلال الساعات القادمه، لكن في مهاجم خلال الساعات القليله المقبله، لانه ما فاضلش غير يومين وقفل باب القيد. في حته في مهاجم من عدمه، وفي مهاجم، والكلام ده ما فيهوش هزار. وكل الناس شغاله على الملف في اداره النادي الاهلي ان هم يجيبوا مهاجم سوبر يليق بامكانيات وقدرات النادي الاهلي ويليق بنفسه. فالجديد والمفاجاه معانا ان الكابتن محمود الخطيب، وده خبر سعيد ليك، ان هو فتح الميزانيه وقال لك مفيش حدود لعقد اللاعب الجديد اللي هيجي النادي الاهلي ونشتروه باي رقم. انا حاسس ان انت زهقت وانا كمان زهقت في حكايه الملف المهاجم ده. هننتقل بقى لحاجه تانية دلوقتي، اللي هو حكايه زيزو بقى. نخش بقى في حته زيزو، بس صلي على الحبيب سيدنا محمد، قلبك كتير لايك وشير. ويا ريت يا جماعه الاقي مشتركين اهلاويه وزملكاويه كتير على قناه محايده. يا رب بقى الاقي كده 1,000,000 مشترك على القناه، حلم 1,000,000 مشترك، يا ريت توصلوا لي. انفراد بقى على احمد السيد زيزو، ما سمعتوش قبل كده خالص. ان تم التفاوض مع نادي الشباب السعودي من الاداره السابقه، وتم الاتفاق مع والد احمد السيد زيزو ان يبقى مدير التعاقدات او مدير شؤون التعاقدات في نادي الزمالك. وكان هو اللي عمل جلسه مع احمد فتوح واقنعه بالتجديد. انفراد عمرك ما سمعته على اليوتيوب يا بيه. انزل حط لايك واشتراك دلوقتي، انزل. كان ده في اطار الخدعه اللي تعرض ليها للابقاء على احمد السيد زيزو داخل جدران نادي الزمالك. وقالوا له خليك انت على جنب واحنا هنتفاوض مع نادي الشباب السعودي. ثم اكتشف الرجل بعد رحيل مجلس الاداره السابق
ان تواصل مسؤولين مع نادي الشباب السعودي معاه، واكتشف ابو احمد السيد زيزو ان ما حصلش تواصل خالص بين نادي الزمالك واداره نادي الشباب السعودي، وان هما كانوا بيموتوا الموضوع عشان احمد السيد زيزو يقتنع بالبقاء في نادي الزمالك. طيب المعلومات دي جت منين؟ وكلاء لاعبين قريبين من الاداره هما اللي قالوا هذا الامر. احمد زيزو طلب منه انه يكتب رغبه والكلام بالشكل ده، قال يا جماعه انا مش همشي غير بموافقه نادي الزمالك اللي صنعني وصنع تاريخي والكلام ده بالشكل ده. فطبعا زيزو تعرض لخداع من اداره نادي الزمالك هو ووالده، لانهم قالوا له هنمضي معاك ونخليك تروح الشباب والكلام ده. فهو تعرض لخداع من نادي وقالوا له هنخلص لك موضوعك مع نادي الشباب السعودي وتروح على طول على الشباب السعودي. وبالمناسبه نادي الشباب السعودي لسه خسران بالامس، اول امس عفوا 4-0 من نادي النصر السعودي. وكان عنده عرض اخر احمد السيد زيزو من الخليج، وفي فريق تاني بيتكلم على احمد السيد زيزو برضو دلوقتي. وفي كلام جديد اول مره تسمعه دلوقتي، ان الراجل اللي جه لتيسير الاعمال في نادي الزمالك قال لهم عاوزين احمد السيد زيزو، مش هقول لكم ابعتوا عرض، ابعتوا عقد. كلام جديد اول مره تسمعه على قناه في اليوتيوب. وقالوا ايه؟ ابعت لي العقد، اخد العقد واطلع بيه على الوزاره واوديه لسياده الوزير واقول له دوت عقد رسمي موثق، فانا عاوز اخلي زيزو ينتقل وهو بقى يقول قراره. واقول له يا سياده الوزير هم هيدفعوا 5 مليون دولار 6 مليون دولار، رقم يحل ازمات في نادي الزمالك. والا هو هيكون باقي له سنه في عقده مثلا، وهو لو ما جددش في يناير مش اللي قادم، اللي بعد اللي قادم، يحق ليه ان هو يمشي فري. وفي نفس الوقت اللاعب عاوز يحقق حلمه الادبي مش بس فلوس، وفي نفس الوقت هو عاوز يخرج من الباب الكبير، وفي نفس الوقت احنا عارفين ان هو الكد موقوف في نادي الزمالك، واحنا عارفين ان زيزو مؤدب ويعني مش زي اللي يسيب يبيع النادي عشان فلوس والكلام ده، لا هو عاوز يخرج من الباب الكبير.